السلام عليكم. وصفتنا اليوم هي طبق كنتاكي دجاج ولا أروع، وكثير طيب وأطيب من الجاهز، لون وطعم وجمال، وأيضا نظيف ومن تحضيركم أنتم. يلا على طول تعالوا نحضر المقادير. عندنا بصلة وحدة كبيرة نخليها بالخلاط. إذا ما عندكم هاي ست البيت أكيد عندكم الدولكة أو المبراشة. وعندنا 10 فصوص من الثوم، لا تقولون كثير، على القدر، وطعمه ما يظهر بس يضيف نكهة تخبل. وعندنا هاي البيضة نخليها فوق البصل والثوم. وعندنا معلقتين كبار من اللبن الرائب، هاي المعلقة الثانية. معلقة كبيرة، يعني تقريبا يعادلون 3 معالق أكل. نخلطهم إلى أن تنهرس، فقد مرة ينهرس معانا البصل والثوم. شعوا هاي صار شكله. ضفنا معلقة من الملح، معلقة من تتبيلة الكنتاكي الجاهزة، معلقة من الكركم، معلقة، هاي الكمية نصف معلقة من الفلفل الأسود، ونخلطهم. بعدها نضيف النعناع الجاف، النعناع اللي خاص بالسلطات، ونخلطهم. وبعدين جينا على هاي التتبيلة الخارجية، واللي هي ماجي وبهارات كنتاكي وملح ونعناع ناشف وبابريكا ومعلقتين من النشا، ضروري كثير لا تنسوها. هاي كتبت لكم حتى إذا ما لحقتم على المقادير الغلاف الخارجي، كتبت لكم التقطوا له صورة. وعندنا صدغ الدجاج أنا قطعتونه على شكل شرايح، ما صورته حتى لا يطول عليكم الفيديو. بنات إذا وصلتم إلى هاي اللقطة رجاء لا تنسون اللايك والاشتراك للفيديو. الخلطة اللي عملناها وغسناها بالخلاط ننزلها داخل هذا الطبق، وبعدها نضيف قطع صدغ الدجاج المشلفة معانا أو المحضرة مسبقا، وأنا غسلتوها ونشفتوها مليح من الماء. عملتوها على شكل شرائح، إذا حبيتوا أنتم على شكل مستطيل أو على شكل طولي، وتنقعوها بهاي التتبيلة لمدة 3 ساعات. هاي النقع ضروري جدا حتى تكتسب الطعم والنكهة، وأيضا تكون مقرمشة وتكون كريسبي وتكون من الداخل مستوي، لأن هاي تساعد على استواء بسرعة. نتركها لمدة 3 ساعات، وبعد 3 ساعات إذا حبيتوا أكثر نجي نخلط هاي المواد اللي جهزناها من البقسم والنشا والتتبيلة والملح والماجي والنعناع بهارات الكنتاكي الجاهزة والكركم، وأيضا حطيتوا البابريكا الحلوة. رجاء اللايك لا تنسونوا، وشاركون الفيديو حتى الناس تستفاد من هاي الوصفات الحلوة. خلاص صارت الوصفة معانا، فقط نطبقها ونخليها بالفريزر إذا أن أنتم تحتاجوها. أنا عملتوا كمية تقريبا 3/4 الكيلو من صدغ الدجاج، قليتوا منه والباقي خليتونه بالفريزر عند الحاجة، أو نجمدوا بالمجمدة. شعب بنات فقط نغلفوه ونخلينه على الصينية، وتحت قطع الدجاج أنا خليته نايلون غذائي. شعبنات نغمس كل القطع بهاي التتبيلة والبقسم، وإلى أن تنتهي كل القطع معانا. بنات إذا تجهزون هاي الوصفات، وخاصة إحنا مقبلين على فصل صيف، حتى لا تتعبون بالمطبخ وبهذا الحر، تقفون لمدة ساعات طويلة. إذا عندكم كمية من صدغ الدجاج أو حتى الدجاج الكامل، انقعونه مدة يوم كامل، أول مرة بالملح والماء، وبعدين ثاني يوم قطعوا الدجاجي وعملوا له نفس هاي التغليفات وخلوها وتقلوها عند الحاجة. سهل عليكم الطبخ، وإحنا مقبلين على هذا الصيف الحار.
ما واحد يعجبه يقف بالمطبخ كثير، فيدوغ أكلات سهلة ومحضرة مسبقا. بنات إذا تدخلون أي مطعم، هذا الصحن قطعتين فقط يكلفكم فوق 10,000 تقريبا دينار. مبلغ كبير على رب العائلة وعلى كاهل العائلة، فأنا أنزل لكم هاي الوصفات حتى تسهل عليكم. مثل ما لاحظتوا بالفيديو خليتوا نايلون طبقة ثانية بين صدغ الدجاج حتى لا يمسك واحد بالثاني ويسهل علينا وما نفرزه. نطيق نشيل قطعة قطعة ونقليها بزيت غزير. بنات أنا صورتوا القلي بس للأسف انمسح مني الفيديو، حذفتونه بالوهم وما قدرتوا أرجعتونه. تقلون هاي صدغ الدجاج، تقلونه زيت غزير بنار متوسطة تقريبا. كل قطع يعني اللي تطول على النار تقريبا 10 دقائق استواء أو 8 دقائق، وتطلع معاكم تخبل كريسبي، وتطلع معاكم يعني ناعسي وجوسي من الداخل، ومن من الخارج تكون بيها غلاف كثير طيب وطعمه كثير طيب. وشعب بنات جهزتوا معاكم كل القطع، قليتوا منه تقريبا للغدوية بحدود 8 قطع، والباقي فرستونه المرة ثانية أو ثالثة، لأن الكمية كانت الحمد لله كبيرة. تقريبا 3-4 إلى كيلو من صدر الدجاج، وقطعناه بهذا الشكل. وخلاص حنقلي منه للغدوي، والباقي نفرزه بألف صحة وعافية. بنات إذا عجبتكم الوصفات لا تنسونا من اللايك والاشتراك. أنا قليته منه قبل التفريز وقبل الغدوي هاي كم قطعة حتى أصوره، وخليته تحت الخس. وشعوا جمال الوصفة الظاهي أي مطعم وأي مكان أنتم تدخلون وما يكون بهذا الشكل وبهذه النظافة. ألف صحة وعافية، وأتمنى لكم دوام الحال. بنات أريد أحكي معاكم بخصوص القناة، يا ريت تساعدوني بنشر القناة. أنا صار لي داخلة على تقريبا 4 سنوات، من 3.5 إلى 4 سنوات من فتحت القناة، بس للأسف ما لقيتوا أي جهة تقدر تدعمني. تعرفون أنتم أكو قنوات بتدعم بس تدعم بمبالغ كبيرة، فأنا ما عندي هاي الإمكانيات. فأتمنى منكم أنتم أحبائي ومشاهدي قناتي تدعموني وتشيرون الفيديو بين الأهل والأصدقاء. وإذا حبيتم الوصفة أو أحد طلبات تبعثوا لهم الفيديو اللي عندي على اليوتيوب. هاي الفيديوهات كلها تعليمية للطبخ. أعرف أنتم ما شاء الله عليكم شطار وستات بيوت، بس أكو ناس مبتدئة بالطبخ مثل البنات الصغار العرايس، أو ناس ما تعرف هاي الوصفات على تفاصيلها وعلى أصولها، فأنا أعملها وأنزلها على قناتي. فيا ريت بس مشاركة القناتي بالفيديوهات اللي أنزلها. وأشكركم جميعا، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، ولا تنسون رجاء التعليق الحلو منكم. إلى لقاء آخر في فيديو آخر.